السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من فترة وفترة بننضف الجزمات بتاعتنا او المكان اللي بنحط فيه الجزم. طبعا في جزم بتكون بقالنا فترة عندنا بنلبسها، وده ما حدش هيلبسها، يبقى نستفاد بيها. هنستفاد بيها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. الاول بصوا الشكل. طبعا انا مشغله الغسالة، بحطهم في الغسالة اللي هي نص اوتوماتيك، واحط فيهم المسحوق واغسلهم، بيطلعوا ما شاء الله زي الفل، وننشرهم ينشفوا يبقوا تمام. الحاجة بقى اللي الولاد هيلبسوها دي طبعا ملبوس زي ما احنا شايفين اهو. الحاجه اللي ولادي هيلبسوها خلاص انا بتتغسل وبتتحط في الجزمه تاني. الحاجه اللي هم مش هيلبسوها بس كويسه، حالتها كويس، صغرت عليهم، هم ما عادش عايزين يلبسوها، حاجه زي كده، يبقى احنا هنستفاد بيها ازاي؟ احنا نوديها لحد يلبسها. يعني مثلا عند حد من الجيران، حد من القرايب، حد انت عارفاه هيلبس الحاجه دي، خلاص نديها له يستفاد بيها. ما نركنهاش في الجزامه وبعد كده مع الايام بتلاقيها اتهرت، سابت النعل، تحسي انها اتكسرت كده، ما عادش كويسه، وما عادش حد هيلبسها ولا تستفاد بيها، ترميها في الزباله في الاخر. فنديها لحد يستفاد بيها. دي بالنسبه للحاجه اللي احنا اللي حالتها كويسه. الحاجه طبعا اللي بتبقاش حالتها كويسه زي دي مثلا، بصوا كده معايا اهي، التراب اللي في الارض ده طبعا عشان ننضفها الجزامه. بصوا يعني دي مثلا اتقطعت من هنا، دي بحطها بقى فين؟ بحطها قدام الباب عندنا، يعني قدام البوابه او قدام الباب بتاع البيت، قدام البيت الخارجي خالص، قدام البوابه. واروح جايه حاطه الحاجه دي. حد من الجيران خد، حد معدي من الشارع خد، اي حاجه، الحاجه اللي بتبقى بقى خلاص بتحط بنلمها بقى ونرميها مع الزباله. بننزلها قبل ميعاد الزباله، يعني مثلا قبل الزباله بيوم، قبل يوم الزباله الصبح مثلا. مهم ان احنا ننزلها مش وقت ما بتوع الزباله جايين ياخدوا الزباله، لانه هيلموهم وياخدوها. فاحنا بنسيبها، ندي الناس فرصه حتى ان هم ممكن يعني هنحطها الصبح او عايز تحطيها بالليل والصبح ما تلاقيهاش، زي ما انت عايزه، والناس بتستفاد بيها برضو. احنا في حاجات احنا مش هنلبسها، غيرنا هيلبسها، حتى لو هي فيها قطع او فيها حاجه، انا مش مديها لحد بايده، بس انا حطيتها قدام الباب، اللي عايز ياخدها يستفاد بيها ياخدها. في ناس بتاخدها. بحط الحاجه في اوقات كتير ما بلاقيهاش، بينقضوا الحاجه كويسه فيها، والحاجه اللي مش كويسه بشيلها بعد كده، احطها في الكيس بتاع الزباله وتترمي. دي بصراحه افضل طريقه انا لقيتها ان انا الم الكركبه بتاعه الجزم والكوتشيات والشباشب والحاجات دي كلها. طبعا في جزء احنا حطيناه تحت عند البوابه، ولسه هحط معاه ده، انا نسيت ان هو ينزل. الباقي ده كله هيتغسل، وطبعا ما عدا الجلد طبعا اللي هو قدام ده هيتلمع ويطلع، لان هو كويس بس ما عادش بيتلبس، بس في غيرنا هيلبسه. يعني الحاجه اللي جلد زي دي نلمعها كويس، عندك ورنيش ماشي معاه تمام، انا ما عنديش ورنيش بس هلمعها كويس وتطلع، لان في غيرنا هيلبس. احنا مش هنلبس الحاجه دي، جوزي مش هيلبسها، ابني مش هيلبسها، اخويا مش هيلبسها، كده يبقى خلاص نديها لحد يلبسها ويستفاد بيها. هم حالتهم كويسه جدا يعني ما فيهمش حاجه. بس كده برضو. وفي حاجات من دي كتير هتطلع، لان هي ما عادتش مقاس بتاع ولادي، وعندهم غيرها، فهم هيركنوها، ويبقى انا ما استفدتش منها، ومحدش استفاد منها غير اللي هي ترمي في الزباله. وطبعا مع الملابس برضو، من الصيف للشتاء، لما نيجي نفصل بين الصيف والشتاء في اللبس، نفس الحكايه برضو. الحاجه اللي صغرت عليهم بس حالتها كويسه، خلاص انا هطلعها. الحاجه اللي هي خلاص انا شايفه انها مقطوعه، وانا ولادي مش ما لبستهمش ولا عشان هي مقطوعه، يبقى انا دي بشيلها بقى ان انا استعملها في المطبخ. ما طلعش الحاجه المقطوعه لحد. يعني الحاجه اللي هي بايظه ولا مقطوعه خلاص ما ندهش لحد، لان احنا مش هنلبسها، وغيرنا مش هيلبسها. ممكن غيرنا يلبسها بس انا محرجه ان انا اديها لحد. في جمعيات بتوزع الحاجات دي في كل بلد، فيها جمعيات ممكن تودي عليها، واحنا في اوقات بنعمل كده، بنودي على الجمعيه لو في حاجات انا مش هعرف اصرفها، او في حاجات ما تنفعش الناس مثلا انا عارفاهم، يعني مش نفس العمر، احنا بندي الاطفال مثلا الحاجه بتاعت الناس الكبار دي بوديها الجمعيه، وهم بيتصرفوا ويوزعوها. بس دايما يقول لي مثلا لو في حاجه مقطوعه خيطيها، انا اقول له لو ما فيهاش حاجه مقطوعه اصلا، لان لو في حاجه مقطوعه انا مش هبعتها لك. يعني ممكن تكون حاجات لسه جديده، يعني في حاجات ممكن نيجي نشتري كوتشيات او نشتري لبس يكون لسه جديد وولادي مش عايزين يلبسوه، او هو بتاع مثلا زوجي وهو خلاص جابه ومش عايز مش هيلبسه، هو راكنه وخلاص. فانا بشيل الحاجات دي كلها واطلعها، لان الايام بتيجي والحاجات، وهنجيب غيرها وهنلبس غيرها، فايه لازمه ان احنا نركن على الفاضي وغيرنا يستفاد بيها. انا عارفه ممكن الناس تقول ده انت بتقولي ايه، ولا فيديو هايف ولا كده، بس بجد انا قلت افيد غيري بحاجه انا بعملها يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، ومش عارفه اقول ايه، وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. بصوا بالنسبه هنا للغساله اهي، هنا الحاجات في الغساله.
الحاجه بتتغسل بتزهزه تاني. تشوفوا الحاجات دي قبل الغسيل. ده جزء طبعا محطوط في الغساله لسه، ده ما تصورش. حتى الحاجات الصغيره دي برضو تنشريها على الحبل، ممكن باللزقه دي وتفكيها وتلزقيها على في بعضها يعني، بس تدخلي الحبل في النص هنا. ممكن لو مثلا زي عندي كده، انا عندي حديد على سطوح، بنرشقهم في الحديد بتاع العمود، وبيلبسوها في الحديد، يلبسوها كده في الحديد وهي بتنشف بقى. لو عرفت اصورها لكم وهي على بننشرها هصورها لكم. دي كمان اهي حاجه برضو ما عادش هيلبسوها وهي لسه بحالتها زي ما احنا شايفين اهي. ده طبعا كله بندخله الكوتشيات بتاعته بعد ما تطلعها. ودي برضو ما عادش هيتلبس. هنا خلاص بقى طلعتهم وحطيتهم صفوا شويه، وخدت بقى ايه وخدتهم وطلعت على سطوح في الحديد بتاع العمود كده، ونحطهم زي ما احنا شايفين كده، او بنرصهم. دلوقتي هوريكم اللي بقى يعني، لان الحديد ما كفاش الكميه اللي احنا كنا غاسلينها. بحطهم كده بلبسهم فيها. يعني هو بصوا، ما الناس ممكن تقولك الابيض ممكن البتاع يصدي فيه، لا مش بيصدي ولا حاجه، بيبقى حلو زي ما هو. احنا على طول بنعمله كده، بنلاقيش صدى فيه ولا حاجه من جوه، عشان ما يبقاش الحديد يعني هيصدي عليه ولا كده، لا وبينشفوا بسرعه. هنا بقى فاضل شويه، دول اللي كان في القاع شويه كان نزل عليهم كل الميه، وما عادش لهم مكان، فبدات ان انا اسندهم كده على الحيطه، وابدا ان هم يصفوا وينشفوا برده. كان تاني يوم تمام. المهم تحطيهم في واجهه الشمس يعني عشان ينشفوا معاكي، يبقى كلهم شايلاهم في وقت واحد ويكونوا نشفوا. بصوا واخدين طابور ذنب. حبيت بس اوريكم احنا بنعمل بيهم ايه وبنضفهم ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.